السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. ذاكرتي ما تخون. أنا قبل سنتين سامع هذا الصوت، الشاعر الهمام الذي له سيف يبشط. تفضل غرد. أنا المستبصر على يديك يا أخي علاء، ولكن لي عليك عتب، بعاتبك لأنه من يوم تشيعت على يديك انسجنت إلى الآن 1.5 سنة بتهمة سب الصحابة. تخيل، ورب الكعبة اقبل بس المتابعة وأنا برسل لك بالحكم حق القاضي وخليك تخلي المتابعين يموتوا ضحك على الحكم وعلى تابعتك يعني خرافي. بتشوف قصة عجيبة كيف انسجنت، كيف نصرة. هاي أنا هم انسجنت حالي من حالك، ترى أنت وين طلعت من السجن؟ انسجنت ولا زلت إلى الآن مسجون. خرجت من السجن المركزي والآن مسجون بالبيت، ما أقدر أخرج لأنه دمي مباح. تجي تصعد علن، أنت تجي تصعد يم على علني، ما تعرف الأمة كلها تدور علي، كلها الدنيا تدور علي. وين الطويهي؟ عبالك مفجر مثل ما قصقصوا عليك الفيديو قصقصوا علي، مثل ما عملوا فيك لما قصوا هذا الفيديو كذلك قصقصوا علي، ولكن أنا بالقاضي ذي حكم. عموما أنا راح أسمعكم هذه القصيدة أذكرك بس قد ربما أنك مشتاق لها. طيب. أما بالنسبة للحياة الذي عشتها ولا زلت أعيشها على الآن، يشهد الله أنه جحيم، لأنه مركزي. إيش تتخيل؟ محاكمة ودنيا مولانا حكيم، ألست نحن على الحق أم على باطل؟ نعم على الحق. إذا لا نبالي، وهذه ضريبة. لا نبالي إن وقع علينا الموت أو وقعنا عليه. هذا خط محمد وآل محمد. تحمل. نعم خلص.